وأنا بدرس كان في معلومة معمول عليها highlights كتير في كتب التربية الخاصة. المعلومة دي كانت بتقول إن الطفل الكفيف أكتر فئة أو من أكتر الفئات الحساسة واللي بتحتاج دعم نفسي. وأنا صراحةً المعلومة دي ما اقتنعتش بيها. راح قال لي: "هاطلع أعمل إيه يعني؟" بكل إحباط. يعني أنا مش عارفة أوصّل لكم هو كان مُحبَط قد إيه. وقتها دماغي رجعت بسرعة للي أنا كنت قريته في الكُتب وما كنتش مقتنعة بيه. وعرفت وقتها إن اللي موجود في الكُتب ده ما حدش كتب كده معلومة وخلاص. ده المعلومات دي بتتراجع من ناس وبتتعمل عليها أبحاث، إن هو مش بيدّيك بس نتيجة وقتية، لأ، إحنا بنعمل تغيير في الطفل وفي المحيط بتاعه كلّه، والنتيجة بتاعته هي بتستمر معاك. مش أنا باخد دلوقتي الطفل بيتحسّن، باشتغل على الانتباه والتركيز والطفل يتحسّن وبعد شوية نرجع نشتكي تاني. البرنامج ده موجّه لأكتر شكوى عامة من الأهل، وهي التشتُّت ونقص الانتباه. البرنامج بيحوّل الطفل من التشتُّت للانتباه. يالّا نبدأ فيديوهاتنا على اليوتيوب واللي خلّانا نبدأ إن شاء الله نعمل فيديوهات على اليوتيوب إن هي منصة بتدعم الفيديوهات الطويلة. المنصات التانية الفيديو كان بيكون دقيقة، أكِن كده في حد بيجري وراك، أكِن في المعلومة مش بتبقى كاملة، ولو المعلومة كاملة بتكون مش واضحة. كان كتير أولياء أمور يقولوا لي: "يعني إيه، قصدِك إيه بالكلمة دي؟" فارجع أوضّح تاني. فهنا بقى إحنا هنتكلم براحتنا وباستفاضة. وأول فيديو هيكون طمأنة للأهل، بإنك أنت كولي أمر سواء أب أو أم مش مطلوب منك إنك تقرا كتب ومراجع وتدرس علشان تعرف تتعامل مع ابنك. لأ، أنت اتعامل معاه بالفطرة اللي ربنا خلقنا بيها، سواء أب أو أم، في المواقف العادية. اسأل، استشير، اسمع فيديو أو كده. ولكن لما يكون في مشكلة أو حاجة كبيرة تستشير مختص. هتنقي مختص ثقة واسمع كلامه ونفذ اللي بيقولك عليه طالما انت اخترت المختص الصح. وهقول لكم ليه انا بقول اسمع كلام المختص. اول حاجة، وانا بدرس مريت كده بقصة عن الطفل الكفيف. هاحكي لكم قصة كده تفهمكم ليه أنا باقول نسمع كلام المختص. وأنا بادرس كان في معلومة معمول عليها highlights كتير في كتب التربية الخاصة. المعلومة دي كانت بتقول إن الطفل الكفيف أكتر فئة أو من أكتر الفئات الحساسة واللي بتحتاج دعم نفسي. وأنا صراحةً المعلومة دي ما اقتنعتش بيها، وقُلت لأ، في cases تانية يعني أصعب محتاجين دعم أكتر. اشمعنى يعني الطفل الكفيف؟ لحد ما رُحنا تدريب في مدرسة كان فيها صفين من الأطفال المكفوفين. فكنت قاعدة مع الولد وكنا بنعلمهم بطريقة برايل، قراءة وكتابة بطريقة برايل. فجه وقت البريك، فالولد اللي قاعد جنبي ما طلعش. فبقول له: يلا الوقت البريك جه. راح قال لي: ما انا عارف، بشكل يعني بنفس الاكسبريشن كده. قلت له: طيب مش هتطلع مع زمايلك يعني؟ راح قال لي: هطلع اعمل ايه يعني، بكل احباط. يعني انا مش عارفه اوصل لكم هو كان محبط قد ايه. وقتها دماغي رجعت بسرعه للي انا كنت قريته في الكتب وما كنتش مقتنعه بيه. وعرفت وقتها ان اللي موجود في الكتب ده محدش كتب كده معلومه وخلاص. ده المعلومات دي بتتراجع من ناس وبتعمل عليها ابحاث علشان تتسجل المعلومة دي. فلما انت هتختار مختص صح، هو هيديلك نتيجة بقى قرايته ودراسته لكل الكتب دي، خبرته اللي اتعامل بيها مع أطفال كتير، وخبرته اللي اتعامل بيها مع أولياء أمور كمان عدوا عليه واستشاروه. ده كله هيقدمه لك على يعني طبق من ذهب زي ما بيقولوا. علشان كده احنا عملنا برنامج، وخصوصي ان احنا داخلين على فترة الصيف، برنامج من 4 محاور. المحاور دي
هتشتغل على كل جانب من جوانب الجوانب اللي الطفل محتاجها. وجزء من المحاور دي أو محور من المحاور مختص بالأهل، أنت إزاي تعرف تتعامل مع ابنك في الموقف الفلاني. البرنامج ده مختص بالأطفال اللي عندهم تشتت، ودول بقوا كتير جدا. يعني معظم الأطفال دلوقتي مشتتين، وهيكون جزء من البرنامج هنوضح لكم أسباب التشتت. فلو انتوا عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن البرنامج، ابعتوا لنا مسج، وهنبعت لكم احنا كتيب بيشرح تفاصيل البرنامج كاملة. والبرنامج ده مش هيشتغل بس على الطفل، زي ما قلت لكم في 4 جوانب من ضمنهم الأهل وجوانب تانية كتير، وهيشتغل على اللايف ستايل بتاع الطفل. والأهم أهم نقطة في البرنامج إن هو مش بيديك بس نتيجة وقتية، لأ، إحنا بنعمل تغيير في الطفل وفي المحيط بتاعه كله، والنتيجة بتاعته هي بتستمر معاك. مش أنا باخد دلوقتي الطفل بيتحسن، بشتغل على الانتباه والتركيز والطفل يتحسن وبعد شوية نرجع نشتكي تاني. لأ، لما بنشتغل على كل الجوانب بنضمن لك نتيجة دايما. علشان كده احنا عملنا برنامج مكون من 4 محاور. البرنامج ده موجه لأكتر شكوى عامة من الأهل، وهي التشتت ونقص الانتباه. البرنامج بيحول الطفل من التشتت للانتباه، وهو مش بيشتغل على الطفل فقط ولا على تدريبات انتباه وتركيز فقط، ولكن بيشتغل على 4 محاور مختلفة. محور فيهم نصايح وتيبس اند تريكس اللي الأهل هم يطبقوها ويعرفوا يتعاملوا ازاي مع ابنهم. كمان البرنامج ده مش موجه للأطفال بشكل عام، نصايح تنفع لأي طفل، لأ، هي النصايح دي هتكون موجهة للطفل نفسه اللي بياخد البرنامج. فانتوا لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن البرنامج ابعتوا لنا، هنبعت لكم كتيب فيه شرح كامل لكل التفاصيل. ولو انت مستعد تستثمر من وقتك وجهدك علشان تغير الطفل وتغير البيئة المحيطة ليه، والتغيير ده ما يكونش وقتي، التغيير ده يكون مستمر معاكم، فابعتوا لنا واحنا هنبعت لكم تفاصيل البرنامج.